كلنا طبعا عارفين الأحداث الحالية اللي بتحصل في العالم. ويقال إن العالم الخارجي هو انعكاس للعالم الداخلي. بالتالي القراية دي هي رسالة العالم الخارجي ليك، يعني بالبلدي، بس مش عايزة أقولها يعني بشكل مباشر عشان معرفش الكلام ده هيطلع على اليوتيوب، هينفع يعني يطلع على اليوتيوب ولا لأ، ولا دي، لكن دي رسالة العالم الخارجي، زي ما مكتوب كده على الشاشة، ليك، بحيث ان الظروف اللي بتحصل دي هي كأنها زي فوضى، ودعوة للتغيير، وغالبا بيبقى تغيير كمان جذري. فبالتالي القراية دي عن التغيير الجذري اللي انت محتاج تعمله. قدامك 5 مجموعات، من الشمال لليمين، مجموعة أولى، تانية، تالتة، رابعة، 5. هوريك دلوقتي المجموعات عن قريب، واختار اللي يناسبك من الأحجار دي، واشوفك في المجموعة بتاعتك. طبعا اي تفاصيل عن القرايات، ازاي تعملها او ازاي تختار، هتلاقيها في الديسكريبشن بوكس. تقدر طبعا تختار اكتر من مجموعة، ولو عندك اي تفاصيل او اسئلة تقدر تسألها لي في الكومنتات. دي المجموعة الاولى، اماسيست. المجموعة التانية سترين. المجموعة التالتة بلاك تورمالين. المجموعة الرابعة مش فاكرة الحجر ده بصراحة، بس هو ممكن نقول للسكر الشاكرا او اللي هو الحجر البرتقاني ده. والمجموعة الخامسة كلير كورتز. المجموعة الأولى أنا معرفش البتاعة دي حلوة ولا لأ، وهيبان فيها الكروت، فياريت تقولولي في الكومنتات. ادي الحجر بتاعكم ده اماثيست. هنشوف ايه الرسالة اللي ليكو اللي محتاج يتغير جذريا. ممكن تعمل دبل كليك كده على الشاشة، تمشي الفيديو علشان الملل او انا هوقف الفيديو برضو، ممكن ايه ارجعه تاني، او بلاش، لا مش هرجعه. المجموعة دي فيها حاجات كتير قوي، اختيارات كتير، وحرفيا انا مش عارفة يعني اقول ايه ولا ايه. كمثال بصوا الكارت الاول هنا معايا، دي هنا كل الابراج اللي موجودة. طبعا ممكن تلاقي برجك فيهم، او مش ممكن، هو اكيد هتلاقي برجك فيهم، وممكن تكون هو ده اللي انت محتاج تعمله. يعني كمثال مثلا عيني جت دلوقتي على جيميناي، برج الجوزاء. هيقولك هنا ذا ويتنس، الشاهد، ذا تيتشر، المعلم، ذا ستوري تيلر، ممكن نقول القص، الحكايات، ذا جورناليست، الصحفي. ممكن تلاقي مثلا حاجة من دول، مثلا هي المهنة بتاعتك، او هو ده اللي انت محتاج تعمله. ممكن يكون مش ده البرج بتاعك، وعينك تروح على برج تاني، البرج التاني ده هو اللي فيه الحاجة اللي انت محتاج تعملها. يعني مثلا هنا اكواريوس، ده ذا جينيوس. الاكواريوس هو المخترع في الابراج كلها. يعني البرج الدلو ده هو اللي عدى على كل الطاقات دي ومر بكل الحكايات دي، وفي الاخر وصل ان هو يبقى زي المخترع. فحرفيا لو انت يعني هنا كأنك لو عينك مثلا جت عليه، يبقى هو ده اللي انت محتاج تعمله، ان انت خلاص بقى انت وصلت للابداع، او ان انت خلاص لازم تعمل حاجة مختلفة. فهو ده الرسالة بتاعتك هنا. فممكن تاخد كده سكرين شوت وتشوف عينك جاية على ايه. تاني كارت معانا بيقولك يور دوبامين فروم اكشن،
محتاج هنا تاخد اكشن. بيقولك الدوبامين اللي بيتاخد من المعلومات، من جمع المعلومات، هو مخدر خطير. your entire life will change، وحياتك كلها هتتغير لما تبطل تاخد معلوماتك، قصدك تبطل تبحث عن المعلومات وتبتدي ان انت تنفذ بناء على المعلومات اللي عندك. فلو انت مش بتاخد اكشن او عمال تجمع في معلومات على طول، لا، يبقى انت هنا محتاج تاخد اكشن. هنا برضو بص معايا في الكروت وشوف برضو عينك جاي على ايه. هنا في الايموشن، لما بيكون عندنا شعور معين، الشعور ده يبقى ليه معنى. لو مثلا بيقولك عندك اكتئاب، هنا يبقى عندك غضب خفي. لو عندك توتر يبقى بيقولك محتاج تسمع احتياجاتك. لو عندك غيرة يبقى الغيرة دي هي الحاجة اللي انت عايزها، زي مثلا يعني بتغير مثلا من حد لانه ناجح، فده معناه ان انت عندك صفة او رغبة النجاح جواك. resentment، الاستياء، violated boundaries، الحدود المنتهكة، bitterness، المرارة، withholding forgiveness، في تسامح انت مش راضي تعمله، anger، غضب، it is time to make a change، الغضب معناه ان في تغيير لازم يحصل سواء داخلي او خارجي، shame، العار، letting others define who you should be، بتخلي الآخرين يقولوا انت المفروض تبقى مين، guilt، الذنب، letting others define what you should do، بتخلي الآخرين هما اللي يقولوا المفروض انت تعمل ايه، sadness، حزن، what you love and care about، ان في حاجة انت بتحبها او مهتم بيها سواء بقى مش موجودة ما بتعملهاش whatever، على حسب انت بتعمل ايه او حياتك ماشية ازاي. disappointment، الاحباط، you actually tired، انت اصلا تعبان. insomnia، القلق. two of your core beliefs are conflicted، ان في عندك قناعتين، القناعتين دول عندك هما متضاربين مع بعض. يعني كمثال انا حاسس ان انا استحق مثلا فلوس كتير، بس في نفس الوقت انا شايف ان انا مستحقش الفلوس دي، فهما الاتنين عكس بعض. فشوف كده، ممكن تاخد برضو سكرين شوت تخليها معاك. في كارت تاني بيقولك don't forget to relax، ريح. انا وانا عمالة بتكلم انا حاسة ان انا اوريدي بنهج، فمعرفش انت مستعجل على حاجة ولا يعني ايه تعمل ايه. هنا برضو positive self talk، شوف برضو كده عينك جاية على ايه. في هنا برضو اختيارات كتيرة. I'm strong، انا قوي. I deserve love، انا استاهل الحب. I deserve peace، انا استاهل السلام. I am capable، انا قادر. I will succeed، انا هنجح. I am intelligent، انا ذكي. I am pleasant، انا لطيف. I believe in myself، انا اؤمن بنفسي. I am growing، انا بكبر. I am learning، انا بتعلم. ممكن في حاجة من دول تكون انت محتاجها وما بتعملهاش، او محتاج تزود معلوماتك فيها. برضو خد سكرين شوت لو حابب. ده مانيفستور، ده البروفايل بتاع الهيومن ديزاين. لو انت ليك في موضوع الهيومن ديزاين ده، لو مش ليك مفيش مشكلة، ممكن تشوف دي affirmations، هترجمها لك برضو. شوف اي واحدة من دول بتسمع معاك او حاسس انها بتلمس مع روحك، يبقى هو ده اللي انت برضو محتاج تعمله. I am a powerful initiator، انا بادئ او انا بادئ او مبادر قوي. I am impactful and bold، انا ليا تأثير وجريء.
I am free to create my path. انا حر في ان انا اخلق الطريق الخاص بيا. I am magnetic to the right opportunities. انا بجذب الفرص الصحيحة. I am deserving of rest and ease. انا استاهل الراحة والسهولة. I am a stabilizer with limitless potential. انا مثبت ذو احتمالات او امكانيات غير محدودة. I am confident in my vision. انا واثق في رؤيتي. ممكن تاخد برضو سكرين شوت كالعادة. دي الحاجات اللي انت مطلوب منك تشوفها وتغيرها في اسرع وقت ممكن. تنساش اللايك وكومنتات، قولي لو الكلام ده ميد سنس معاك. ياريت تقولي ايه اكتر كارت سمع معاك او ايه اكتر جملة لمست في حياتك. نشوفك المرة الجاية. المجموعة التانية انتوا اخترتوا السترين. دي الحجر بتاعكم. تعالى هفنط اوكي، هفنط الكروت. الكارت ده طلع للمجموعة الاولى. المجموعة الاولى كانوا مش عارفة تعبانين قوي. مستعجلين، معرفش انتوا ما زلتوا مستعجلين ولا لا. بس عامة دي الكروت بتاعكم. ناخد كارت كمان مثلا كده. اوكي، اللي محتاج تعمله فورا 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 invest in yourself. سواء ان انت تستثمر في نفسك بقى، تتعلم حاجة جديدة، حتى لو هتريح. الاستثمار هو ان انا اعمل حاجة ازود بيها قدراتي. فممكن تكون قدراتي ايا كان بقى واللي انا محتاجه. فانت لو انت تعبان حتى وهتنام وتريح كتير، هو ده investing in yourself. هو ده استثمار في نفسك. the void is calling. محتاج تقعد في صمت، في صمت وسكينة. وتكن كده تقعد في الظلام شوية، سواء هتخطط او هتفكر او هتسكت خالص. بس ده هيزودك بحاجة وممكن يديلك معلومات جديدة. ومش لازم اللي انت عرفته في الفويد ده تطلع تقوله للناس. معرفش ليه، بس ده بحسب خطورة طبعا المعلومات اللي هتجيلك وانت قاعد في صمت وسكينة، وانت طبعا قادرة ايه بحالتك. بيقولك we can't direct the wind but we can adjust the sails. احنا منقدرش نتحكم في الرياح ولكن نقدر نتحكم في الشراع. لو قاعد بتفكر في الظروف او الظروف ممشياك بطريقة او يعني حاسس ان هي بتضغط عليك بطريقة ما، ففي الاخر انت سيد قرارك وانت سيد حياتك. فتقدر توجه حياتك بانها تمشي في الاتجاه اللي انت شايفه صح. direction هنا direction. the choice is yours. الاختيار اختيارك. يا هتتغير يا هتقعد زي ما انت، يا هتتطور يا مش هتتطور. ولكن التغيير بانك تتطور. وزي ما قلنا الكارت اللي جه المجموعة الاولى استريح، حتى لو ده هو الاستثمار بالنسبة لك. متنساش اللايك عشان ده بيدعم القناة. و اكتب لي في الكومنت لو حاجة من دول سمعت معاك، وقولي ايه هي القرايات اللي تحب تشوفها، او لو في توبكس معينة عايز نتكلم عليها. يلا باي باي، اشوفك القراية الجاية. المجموعة الثالثة انتوا اخترتوا، استنوا كده، البلاك ترمالين. الحجر ده قوي جدا 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 جدا. انا مقدرش يعني امسكه لغايه دلوقتي دقيقه على بعض. وانا بفنط نزل ده اوف كاميرا طبعا. فهنفنط دلوقتي الكروت سريعا. دي اكتر الحاجات اللي انت محتاج تغيرها بطريقه ممكن نقول سريعه
او جذرية اكتر، واهم حاجة محتاج تغيرها. اوكي طيب ده طيب اول كارت معانا هو الحمد. محتاج ممكن نقول بقى تحمد ربنا او تحمد نفسك. انا عيني جت على الكلمة دي، معرفش هي هتبان ولا لا. my growing blog. لو في حد بيعمل بلوج او حتى يوتيوب او اي قناة سوشيال ميديا او ايا كان او حتى لو بيكتب، يعني حتى لو بيكتب جورنال عادي وبيكتب المدونة يعني بتاعته، او بيكتب عن تطوراته بشكل عام، فاشكر نفسك واحمد نفسك برضو على انك وصلت للتطور ده. فكرة الجروينج هنا طبعا في كلام تاني كتير انا معرفش بس هو هيبان ولا لا، فخليني اترجمهولك بسرعة. اختي، اخويا، عيلتي او الاب والام يعني، الجروينج بلوج او ايا كان بقى اللي بيكبر بتاعك، تعليمك، الكتب الكويسة، الجدود، الجد او الجدة يعني، people I made friends with this year، الناس اللي انا اتصاحبت عليهم السنة دي، good pastor and church، سواء حد اتعرفت عليه في مسجد او كنيسة او يعني كان المعتقد بتاعك، الموسيقى الكويسة، الاكل الكويس، الضحك، السيرفيس لو انت بتقدم سيرفيس معين او انت اللي بيتقدم لك سيرفيس معين، كوميونيتي لو انت مشترك في كوميونيتي معين او حتى انت اللي عامله. الكلمة دي معرفش مش عارفة اقراها. افضل صديق ليك، صحاب، مدرسينك في المدرسة، ماي بلوج اودينس، تاني بلوج، المستمعين ليك ايا كانوا هم مين، كازنز، عمام، ام عمات او ولاد العم، ولاد الخالة، الصحة الجيدة، الكونفرزيشنز او التواصل اللي انت بتستمتع بيه، شلتر، الحماية او البيت اللي انت عايش فيه، او والسلام. دي كلها حاجات بيقولك تحمد ربنا عليها. ممكن تعمل ده اكسرسايز يومي، يعني كل يوم سواء الصبح او بالليل او حتى لو بشكل عشوائي، الحاجة في اليوم واحدة مثلا حتى تحمد او تشكر ربنا عليها او نفسك طبعا. بالكارت ده بيقولك انت مش ذوق كل الناس، وده في حد ذاته كويس. يعني بيقولك يعني مثلا لو انت كنت داخل في علاقة والعلاقة دي خلصت، او كنت متقدم مثلا لحد، واحدة دي رفضت او whatever ايا كان مثلا، او حتى بتقدم في شغل وفي الاخر اترفضت، ده مش معناه ان انت شخص وحش، وده طبيعي ان احنا كلنا مش كلنا هنليق على بعض بالبلدي كده. الجنريتور دي affirmations. ده لو الجنريتور ده هو بروفايل في الهيومن ديزاين، لو انت ليك فيه اوكي، لو حتى مش ده البروفايل بتاعك في الهيومن ديزاين مش مشكلة. الفكرة هنا كلها في الافرميشنز او التوكيدات. خليني برضو اقراها لك وشوف اكتر حاجة بتلمس معاك، مش لازم طبعا كله ينطبق عليك. I am energized by water life. انا بيجيلي طاقة او بحس بالطاقة لما بعمل اللي انا بحبه. I am satisfied with the life I create. انا مرضي او راضي بالحياة اللي انا بخلقها. I am successful when I follow my passion. انا ناجح لما بمشي ورا شغفي. I am naturally magnetic to aligned opportunities. انا بنجذب طبيعيا للفرص. خلينا نقول ايه aligned opportunities، هي مترجمة بالفرص المتوافقة، ولكن خلينا نقول اللي هي لو هنقولها يعني بالبلدي اللي هو ايه، الفرص اللي هي متوافقة مع روحي او طبيعتي. تمام. I am capable of building a fulfilling life. انا قادر ان انا اخلق الحياة اللي ترضيني.
I am guided by my sacral wisdom. أنا ملهم أو منقاد أو مرشد بالحكمة الساكرال اللي هي الشاكرا اللي هي الجذر، لا مش الجذر، الجذع تقريبا، اللي هي الشاكرا التانية يعني. ودي الخاصة بالجنريتور، دي مش هتنطبق على كل الناس طبعا. ولكن ايا كان البروفايل بتاعك، شوف انت هنا ممكن نقول شوف الشاكرا بتاعتك اللي بتلهمك في تبع البروفايل بتاعك. لو انت عارف الهيومن ديزاين بتاعك، هو ده اللي المفروض يقودك يعني، او هو ده اللي يوجهك، بلاش يقودك. I am worthy of joy and abundance. وانا استاهل الفرح والوفر. بيقولك ان الحياة عشوائية، ولكن زيها زي الجليتر. ساعات بتبقى العشوائية دي ليها تمن، وتمن كويس. فبيقولك اصبر لغاية ما تفهم الحكمة من ده. بروجيكتور، نفس الكلام. هو ده برضو بروفايل من البروفايلات بتاعت الهيومن ديزاين. هقرا لك برضو الكلام ده، تقدر تاخد سكرين شوت وشوف برضو ايه اللي بيرمس مع روحك. لو انت مثلا جنريتور، ما خلاص ما تكبرش، لا يعني اسمع ده واسمع ده وشوف اللي بيمثل معاك. في الاخر لازم تاخد، او يعني خد اللي هو بيلمس مع روحك ويفيدك. احنا بنتكلم في التغيير. فبيقولك دلوقتي I am a guide not a doer. انا مرشد وليس فاعل. I am seen and valued for my wisdom. انا بتشاف وبتقدر بالحكمة بتاعتي. I am aligned with invitations that feel right. انا برضو بصطف او بنجذب، خلينا نقول كده، للدعوات اللي او بتكون صحيحة بالنسبة لي او مناسبة ليا. الدعوات هنا مقصود بيها خلينا نقول التعامل بالبلدي. فزي مثلا انت جالك شغل، خلاص الشغل ده لو بيفيل رايت وحاسس ان هو صح، اذا هو ده التمام او هو الصح ده بالنسبة لك. I am worthy of success on my own terms. انا استاهل النجاح بشروطي الشخصية او بالشروط اللي انا بحطها لنفسي. I am powerful when I rest and recharge. انا ببقى قوي لما برتاح وبرجع اشحن طاقتي. I am here to offer clarity and perspective. انا هنا علشان امنح الوضوح والرؤية او وجهة النظر. I am recognized for my natural brilliance. انا اعرف او بتشهر، يعني لو هنقول بالبلدي برضو، بذكائي الطبيعي. واخر كارتة معانا بيقولك it is a slow process. العملية بطيئة but quitting won't speed it. ولكن ان انت تسيب الموضوع كله مش هيسرع العملية دي. ده ممكن ينطبق على طبعا اي حاجة، يعني سواء اللي هو شغل او حياتك بشكل عام. معرفش برضو في الثلاث قرايات لغاية دلوقتي كلهم متسربعين. فبيقولك لو انت متسربع او يعني سريع، عايز نتيجة بسرعة على الحاجة، اعرف ان تسرعك ده مش هيخليه الحاجة تتولد بسرعة او تحصل بسرعة. اتمنى اكون ساعدتك. متنساش اللايك لانه بيساعد القناه ان هي تنتشر. لو تعرف تعمل شير، و قولي في الكومنتات ايه اكتر حاجه او ايه اكتر جمله لمست معاك. اشوفك المره الجايه. باي باي. المجموعه الثالثه، انت اخترت هذا الحجر اللي فظيعه. هو مش هيبان من اللمعة قوي، بس هو بيلمع لطيف جدا. اللون الاصفر ده بيفكرني بالساكرال شاكرا. ما اعرفش هنشوف ده بقى لاقي عليك ولا لا. قولي في الكومنتات الخلفيه الملونه دي حلوه ولا مزعجه، يا ريت. ونفنط كده
هنفنط كده وهي نسحب الكروت لو حابب تعمل فورورد. ايه ماشي اوكي، استنى كده. استنى نعمل كده كمان وهناخد واحدة عشوائي. طيب الكروت دلوقتي بص معايا فيها وتأملها. في كارت بيقولك دلوقتي not now، مش دلوقتي. مع calm your monkey mind، يعني هدي عقلك. لو انت افكارك كتيرة فاهدى، ولو في حاجة مستعجل عليها برضو اهدى. انا مش لغاية دلوقتي كل المجموعات مستعجلة في حاجة مش عارفة. كارت ده استنى كده، ده بيت كأنه بالنسبة لي كأنه زي في تلج، وده كأنه مثلا زي في القطب الشمالي مثلا او حاجة زي كده، بس بيحيلي بالهدوء جدا جدا، الصمت، سلام، ممكن سكينة برضو، وسكوت. يعني في صمت، يعني على قد مثلا لو الواحد مثلا في القطب الشمالي فالهواء بيبقى شديد جدا والريح عمالة ليها دايما صوت، لكن انا هنا حاسة مش سامعة اي صوت خالص خالص. فده ممكن يكون الاتنين دول برضو مسامعين مع بعض، اللي هو تهدي افكارك خالص لدرجة ان انت ما تسمعش حاجة، هدوء، صمت تام. بيقولك ده هنا fast acting، الفعل السريع، positive vibes، الطاقة الإيجابية. كود جوجو معرفش يعني ايه، بس غالبا نفس الموضوع، اللي هو الطاقة او الطاقة الجيدة يعني برضو. love and light، الحب والنور. take as needed، دي كأنها زي علبة دواء مثلا او حاجة زي كده، وبيقولك حب وسلام وطاقة جيدة، وبيقولك take as needed، خد زي ما انت عايز. فده بيتهيألي حاجة من اللي محتاج ان انت تزرعها حاليا في حياتك. self discipline is the strongest form of self love، الالتزام او الالتزام تجاه الذات هو اقوى صورة من الحب الذات. بيقولك هنا 7 pillars of wisdom، 7 عواميد او اساسات للحكمة، اللي هي بيقولك ethics، الاخلاق، humility، التواضع، instruction، توجيهات، discipline، الالتزام، تاني التزام مرتين وحطهم تحت بعض سبحان الله. knowledge، العلم، integrity، تقريبا الضمير، honesty، الصدق. في حاجة من دول ممكن تكون عايز تزرعها او تنميها، ممكن تكون متلخبط في حياتك ومش عارف تعمل ايه، فهي دي واحدة من دول يكون الاجابات، او السبعة. او تاني موضوع الديسيبلين بما انه جه مرتين. تمام. الكارت ده طلع لإحدى القرايات اللي فاتت، مش فاكرة هي فين بالظبط او كانت انهي يعني بالظبط. اختار انت طبعا، لو شديت لأكتر من قراية عادي براحتك. الكارت ده بيقولك ان عادي تكون يعني مش كل الناس هتختارك بالبلدي، يعني بتتعرف بايه. دايما مثلا في العلاقات العاطفية بيقولك لو انت اتشديت مثلا لحد او واحدة او تقدمت لواحدة واترفضت او كده، ده عادي، لان مش كل الناس هتعجب بنفس الشخص، فكل واحد زي بالبلدي كده ليه ذوقه، فده طبيعي جدا.
فممكن نقول هنا الرسالة انك تتقبل الرفض، او تتقبل ان كل الناس مختلفين وده عادي. لو اتشدت لقرايه فاتت زي ما قلت تقدر ترجع تشوفها برضو، هيبقى زياده ليك. ما تنساش تقولي في الكومنت ايه اكتر حاجه لمست معاك في ده. ما تنساش اللايك لو وتقدر تعمل شير كمان، علشان ده بيساعدني ان انا اكبر القناه. وقولي لو في اي قرايه تانية حابب كمان ان انت اعمل عليها موضوع معين، اعمل عليه قرايه. شكرا ليك واشوفك المره الجايه. باي باي. ازيك انت؟ القرايه الخامسه تقريبا دي الحجر بتاعك ده الكلير كوردز تقريبا، كلير كوردز. تعالى كده هنفنط الكروت دي اكتر. اوكي. اكتر حاجات محتاج تعملها او تغيرها او تعرفها سريعا وبشكل اوكي. كروتك عماله بتنط بشكل جذري. في ايه؟ اها. اوكي ماشي، خليهم هنا. اوكي دي هنا كارت زيادة، ودي ما عملتهاش مع القرايات السابقة بس يلا. know your worth and remind others of theirs. اعرف قيمتك، فكر الآخرين برضو بقيمتهم. بيقولك sometimes you win sometimes you learn. ساعات بتكسب وساعات بتتعلم. ممكن تكون محبط ان انت ما بتكسبش او دايما بتتعلم. ممكن تكون ان ساعات ده وساعات ده. ايا كان اللي بيحصل لك محتاج تعرف ان الحياة جزء من الاتنين، ولو حتى في واحدة زيادة عنهم، زيادة عن التانية، فده برضو طبيعي. بيقولك snap the fuck out of it. يعني اطلع من اللي انت فيه، اطلع من اللي انت فيه. لو انت قاعد زهقان حيران قرفان يعني ايا كان من اللي انت فيه بقى، اطلع من اللي انت فيه وخلاص. بيقولك the yin yang of creativity. توازن الأنوثة والذكورة في الإبداع. بيقولك هنا being و doing، هنا التواجد وهنا الفعل. التواجد احنا هنا الين واليانج هي طاقة الذكورة والأنوثة، والحياة عامة هو الميزانين بتوع الطاقة دول. ف بيقولك دايما هنا في التوازن، وبيقولك الحياة ساعات بتبقى دايما ما بين كفتين الميزان دول، وان احنا بنتراوح دايما بينهم. ساعات المفروض بنبقى وساعات مجرد بس بنعمل. فالبينج هنا او التواجد او الحياة بشكل عام بيقولك being curious، ان انت تبقى فضولي. giving yourself space to rest، ترتاح. consuming art، تفن بقى وتشوف الابداع. letting your imagination wander، تخلي خيالك يسرح. aligning with purpose، ان انت تشوف البيربس بتاعك او الهدف بتاعك، وان انت تتوافق او تمشي معاه، يعني بالبلدي برضو كده في نفس الطريق. cultivating your energy and consciousness، ان انت تشتغل على طاقتك ووعيك. ده جزء البينج او التواجد. يعني بيقولك ده من human being اللي هو الانسان. نقول ان هو يبقى مجرد حالة البينج او حالة العيشة، يعني اللي هو التعايش يعني. حالة الدوينج بقى هو الفعل. بيقولك actualizing your ideas، ان انت تبتدي تحقق او تنفذ افكارك. developing your style and voice، ان انت تبتدي تطور الستايل بتاعك وصوتك. وصوتك هنا مش لازم يكون صوتك ان انا اغير في صوتي يعني، ولكن اللي هو ممكن نقول زي الستايل برضو، او اللي هو الثيم بتاعك، طريقتك، الاداء مثلا بتاعك، ايا كان بقى.
collaborating with others التعامل مع الاخرين او التعاقد معاهم او التفاعل مثلا معاهم. expanding beyond your comfort zone ان انت تخرج بره الكومفورت زون او دائرة الراحة. showing up consistently ان انت دايما تثابر يعني. launching and sharing your work وان انت تشارك العمل بتاعك. الكارت ده بيقولك I am worthy of the time it takes to do the things that heal my heart. انا استحق الوقت اللي انا باخده او اللي ياخده ان انا اعمل الحاجات اللي بتشفي قلبي. فلو هنا تاني يعني هنا كان في حالة البينج تمام، وكان في هنا كان consuming art. فسي مثلا ان انا بحب اعمل الحاجات بتاعة الارت او كده، فبالتالي انا استاهل الوقت اللي انا اعمل فيه ده. الاتنين دول مع بعض بيقول لي ركز على حالة البينج. Your worth is not measured by your productivity. بيقولك قيمتك لا تقاس بمدى انتاجيتك. وتاني هنا كلمة worthy اتكررت مرتين. ولو بنتكلم برضو على الفكرة هنا يعني ده البرودكتيفيتي هنا في حالة الدوينج، واحنا لسه بنقول دلوقتي يعني ده يأكد برضو على انك تركز في حالة البينج اكتر من الدوينج. بص هنا دي واحدة بنت وكانها بتتكلم قوي، والبنت التانية خايفة منها ومكتوب don't you just love my enthusiasm. حاجة كده اللي هو زي ما ايه، تخيل او اللي هو بص مدى الحماس اللي انا فيه، او انت بص انت مش حابب الحماس اللي انا فيه، ولكن في الحقيقة هي بتخوف الاخر. ممكن يكون لو انت بقى تاني هنرجع نربطها بده، لو انت في حالة الدوينج وانت قاعد عمال بقى بتعمل وتنجز وبرودكتيفيتي بقى وبتاع والكلام ده ممكن يكون بيخوف منك الاخر، خصوصا مثلا لو الاخر ده مدير مثلا في شغل يعني. فيقول لك ليه دايما مثلا واحد ما بيترقاش او كده، لان هو من كتر حماسه او شغله او انتاجيته خلاص هو حاسس ان هياخد مثلا مكان المدير ده، فبالتالي المدير ده مش هيرقيه ولا هيوديه في حته، لان في الاخر هو حاسس بالتهديد. لو هنقول طبعا مش هنقول ان انت ما تبقاش برودكتيف خالص او ان انت ما تتحمسش، لا بالعكس، هو تاني هنا اظبط حالتك ما بين الفعل والراحة، او ما بين الفعل ومجرد التواجد والاستمتاع بالحياة. مش كل حاجة عمل 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 وخلاص. بالبلدي اهدى على نفسك شوية. باينة مش عارفة باينة ولا ايه. ماشي، ده هرم ماسلو الاحتياجات. بص كده معايا وشوف عينك جاية على ايه. تحت في الهرم الاحتياجات البيولوجية والسوسيولوجية. سواء اكل او نوم او غيره. اللي هنا تاني حاجة الاحساس بالامان. تالت حاجة الاحساس بالانتماء والحب، الاستيم والسلف اكتواليزيشن او التحقق الذاتي. دي الهرم بتاع اللي كل الناس كلنا بنمر بالحاجات دي، وغالبا كل واحد يعني لما بحقق حاجة غالبا الاحتياج اللي بعده بيبتدي يظهر. فعلى حسب انت فين نقدر نقول هو ده اللي انت محتاج تركز فيه. طبعا لو كنت عايز سكرين شوت من دي ارجع للفيديو وخد سكرين شوت منها. بس كده اتمنى ان اكون ساعدتك، وما تنساش اللايك، ولو تقدر تعمل كومنت تقولي ايه اكتر حاجة لمست معاك، ولو عندك اقتراحات لاي فيديوهات او مواضيع تانية تحب ان احنا نعمل لها قراية تاروت قولها لي برضو في الكومنتات. بس اشوفك الفيديو الجاي واقول لك باي باي.